طلع اعتذر كابتن اسامه حسني على التصريحات اللي قالها من حوالي يومين كده في الحلقه مع مهيب، اللي انا بصراحه مش معاه في الاعتذار ده. وانت بتعتذر ليه؟ انت يا باشا قلت حاجه حقيقيه، مش ذنبنا بقى يا باشا اللي الناس هي مش عايزه تصدقك او الناس مش عايزه تدور اللي انت قلته. الحلقه دي كان كابتن احمد سليمان عايز يحط شويه شطه كده وشويه سبايسي، الحاجات اللي بتعجب بيها الزملكاويه. طالما مفيش بطولات يبقى في تصريحات، هم الحاجات دي بالنسبه لهم بطوله. فجه قال لك ايه؟ جه قال لك ان في انديه كبيره بتروح تجيب لعيبه بمليارات وما بتستفدش منهم، ويعوض خسارته من لعيب او اتنين كمان. طب يا باشا، طب ما انت قلت اللي فيها. انت لو تقصد الاهلي، فانا لما اروح اجيب لعيب واخسر فيه واقوم معوضه باتنين لعيبه كمان، يبقى انا يا باشا طالع تمام، ما عنديش ادنى مشكله. ده يضايقك في ايه؟ يعني ده يزعلك في ايه؟ قلت كمان انا لو معلن مش هروح للزمالك، هروح للاهلي الاكثر استقرارا. يا عم هو انت بتحاسبني عشان انا مستقر؟ وان الاهلي قاعد 20 30 سنه عنده 4 مجالس اداريه؟ يا باشا انت بتحاسبني عشان انا عندي سيستم ونظام؟ شيء غريب جدا. ما هو الاهلي طول عمره عنده سيستم ونظام. احنا يا باشا رئيس بيسلم رئيس، محدش فينا بيجي يبتدي من اول. انت بتحاسبني انا عشان عندي استقرار مش عندك؟ دي مشكلتك مش مشكلتي. ما تجيش تلومني عليها او تيجي تحاسبني عليها. علق فشلك على حاجه تانية غيري. جيت بقى كمان وقلت، ودي اللي جابت لك النهيه بقى، يعني قلت ايه؟ ده مجلس اداره نادي الاسماعيلي انحل عشان عنده مشاكل اداريه وماديه. طبعا الكلام ده ايه؟ هو كان بيمع الاهلي يعني عشان الاهلي بيجيب لعيبه بمليارات وبيعوضها والكلام ده كله. رد عليه كابتن اسامه حسني قال له يا كابتن، انت لو بتتكلم الاسماعيلي انحل عشان عنده مشاكل اداريه وماديه، الطبيعي ان المعامله بالمثل. كابتن اسامه ساعتها استشهد وقال له يا كابتن، الزمالك فيه ازمه قيد وما بيدفعش مستحقات وعنده ايقافات من الفيفا. وطلع امين الصندوق قال له اللي احنا بعنا اراضي ب 800 مليون وانت مش من حقك اصلا تبيع، وده مخالف، بدليل ان الوزير قال يا جماعه الحاجات دلوقتي في النيابه وبيتحقق فيها. يعني لو في عدل في البلد دي المفروض كلكم تكونوا محلولين دلوقتي. بس ازاي هنطبق القانون على الزمالك؟ لا. ويجي يقول لك بس الزمالك اول ما يقف مجلس اداره ويحلوه ومش يحلوه. هو انتوا يا جدعان مش فاهم بصح انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ مسانده ايه؟ الغريب ان جمهور الزمالك مش شايف الحاجات دي، مش قادر يحس ان الدوله واقفه معاك كتف بكتف. انا مش هسيبك، انا معاك. الزمالك مش شايف كل ده. لو في نظام وفي عدل في البلد دي يا جماعه كلكم لازم تكونوا محبوسين والله. بس هنقول ايه يعني؟ ده العادي. حتى لو الزملكاويه مش واخدين بالهم، احنا يا جماعه شايفين الكلام ده ومش محتاجين اللي احنا نبرر لحد. البلد دي لو فيها نظام وفيها سيستم ومشيناه على الزمالك، والله العظيم ثلاثه مجلس الاداره ده كله اللي يتحل ويتحبس، والزمالك ده مش هيطلع من الدرجه الثانيه.